شوية مكسرات بقى جامدة جدا، نصب عليهم شوية لبن سخن كده يطلع الطعم في حتة تانية. ودي بقى اشطوطة مانجا، وده طاجن ام علي، وده رز بلبن مكسرات جامد جدا. النهارده بقى هنجرب بلبن. فتح فرع في المحلة بقاله اسبوعين والفرع زحمة لحد دلوقتي. جبنا من عنده شوية حاجات كده عشان نجربها ونقول لكم رأينا. اول حاجه هنبتدي بيها هي الكسكسي، وبيجي معاه بقى ازازه لبن كده بتبقى سخنه شويه، وبيجي معاه سكر بودره، وبيجي معاه مكسرات. المكسرات بصراحه جامده جدا وحجمها كويس قوي والكميه بتاعتها كويسه قوي. صب عليهم بقى شويه لبن كده، المنظر اصلا جامد قوي لوحده. تحس بقى ان انت عايز تفضل تصب لبن كده. انا من الناس اصلا اللي مش بحب الكسكسي، بس بصراحه عندهم جامد قوي، من اجمل الحاجات اللي انا جربتها اصلا عندهم. هنحط بقى عليها شويه سكر بودر كده، هو بيديك كميه كبيره وكويسه. لو انت عايز بقى تحط حسب رغبتك، انت بتحب السكر كتير او قليل. الطعم بصراحه جامد قوي، وده من احسن الحاجات اللي انا جربتها عنده. سعر الكسكسي ده بالمكسرات 35 جنيه. نخش بقى على اللي بعده، وهو رز بلبن بالمكسرات. هم عندهم كل حاجه ساده وبمكسرات، يعني انت لو عايز رز بلبن عادي فيه، رز بلبن قشطه رز بلبن بالمكسرات موجود. اللي احنا طلبناه ده بقى رز بلبن قشطه بالمكسرات. دي قطعه القشطه الموجوده ودي المكسرات. سعر الرز بلبن قشطه مكسرات 35 جنيه. طعم الرز بلبن طعمه جامد قوي، وطعم اللبن كده دسم فيه قوي، وتحس ان هو ريتش قوي وطعمه جامد جدا. والرز بلبن ده من احسن الحاجات اللي ممكن تاكلها عند بلبن. نخش بقى على ام علي. ده طاجن ام علي ساده، سعره 22 جنيه. حجمه صغير شويه زي ما انت شايف كده، بس طعمه بصراحه جامد قوي. قلنا نطلبه بقى ساده من غير مكسرات عشان احنا جربنا الباقي كله بمكسرات، فقلنا نجرب ده ساده. طعم اللبن دسم جدا وغني جدا وريتش جدا، وخصوصا كمان الطبقه اللي على الوش دي كانت طعمها دسم جدا، وطعم القشطه باين فيها قوي. وبصراحه برضو ام علي دي كانت تجربه كويسه جدا من عند بلبن. نخش بقى على الاختراع بقى الاشطوطه اللي هم اخترعوه من 6 شهور، واخد ترند وعامل ضجه جامده جدا بسبب شهره بلبن في الفتره الاخيره. اول حاجه هنبتديها بقى بالاشطوطه قشطه دي، ودي سعرها 35 جنيه، وبتبقى عباره عن طبقه كيك كده وعليها من فوق طبقه كريمه قشطه ومسقيه لبن. اللبن اللي هي مسقيه ده بصراحه طعمه جامد قوي ودسم قوي، انما الكيكه نفسها ما تستاهلش كل الضجه اللي معموله عليها دي، لان هي تحس ان هي خفيفه شويه ومش مسكره قوي، ومش الحاجه اللي الواحد يطلبها مخصوص. هنجرب بقى اشطوطه تانية ممكن يطلع العيب في دي. جبنا بقى اشطوطه مانجا، بتبقى نفس الكلام وعليها بقى قطع مانجا كتير من فوق. بصراحه قطع المانجا كانت كبيره وكويسه، بس قطع المانجا كانت ابرد شويه من الاشطوطه نفسها، يعني قطع المانجا تحس ان هي فيها تلج كده. بس طبعا عشان ده مش موسم المانجا فعادي ان ده يحصل، يعني اشطوطه المانجا احلى شويه من الاشطوطه قشطه، ودي كانت سعرها 45 جنيه، ازيد 10 جنيه من الاشطوطه القشطه. نخش بقى على الاشطوطه التانية ونقول لكم اي احسن حاجه ممكن نطلبها من بلبن. دي بقى اشطوطه رز بلبن لوتس، ودي سعرها 50 جنيه. بتبقى عباره عن رز بلبن وعليه اشطوطه وعليها فوق لوتس، وكمية اللبن اللي موجودة فيها زيادة شوية عن التانية، خصوصا كمان ان فيها رز بلبن. والرز بلبن من احسن الحاجات الموجودة عند بلبن، فالاشطوطة دي احسن واحدة فيهم التلاتة من وجهة نظري. تطلب ايه بقى من بلبن؟ اشطوطة رز بلبن لوتس دي جامدة قوي، وعندك الكسكسي طعمه كويس والرز بلبن جامد قوي، انما اشطوطة قشطة واشطوطة مانجا من وجهة نظري ما عجبونيش. اشوفكم في فيديو جديد، لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة.